واجهتني مشكلة أول ما جبت الأحمر هزار، وهي إن الحمام بيخصب وبينتج ومفيش أي مشكلة. صحيح طول في الأول، بس ده طبيعي، مش كل الحمام بيقدر يتأقلم في تغيير المكان مرة واحدة وينتج. المشكلة وهي إني أول ما بتحصي النتاية الحصويتين، يا إما ما بيعدوش عليهم ال5 أيام ويتكسروا. كانوا بيبقوا مخصبين، وكانوا كمان في الأول خالص كانوا بيتكسروا قبل ما يعدي عليهم اليومين، يعني مجرد إن النتاية تنزل الحصويتين. ده بيبقى فيه مشكلة مش في الذكر، بيبقى مشكلة في النتاية، وهي نقص الكالسيوم. أنا عملت إيه عشان ما أطولش عليكم؟ كل اللي عملته إن أنا غيرت السلاكة الأكبر وعرضتهم للشمس، يعني ان هي تدخل الشمس مباشرة. يعني اهتميت بالتهوية. تاني حاجة دي 3 اف القرص كنت بقسمه على 2. لما بلاقي قربوا على التزاوج كنت بدي للنتاية نص، وبعدين بديها تاني يوم نص. ولو حصت ولقيت المشكلة لسه قايمة بكرر لتاني شهر نفس الحكاية، والحمد لله الدنيا اتظبطت. وزي ما انتوا شايفين دوت ما شاء الله، يعني اول انتاج ليهم.